هاي جوليانو، احنا النهارده اتفرجنا على فيلم سيداتي انساتي معاك. الفيلم كان بيحكي عن قصة واحدة كبيرة في السن قررت انها تتجوز واحد يقعد معاها يونسها، واربع بنات تانيين قرروا ان هم يجيبوا واحد وياخدوه باكج مع بعض ويخلوه يعمل لهم كل حاجة والعريس موافق. انت انطباعك عن الفيلم بقى اللي انت شفته ده؟ يعني كان قلت ان انا عايز اتفرج على الفيلم دوت تاني. كانت فكرة لذيذة قوي قوي فكرة، واتوقع يعني شكل جديد كوميديا. اتوقع ما تعرضتش ليه كتير ومش بالشكل دوت. يعني حتى لو كان في فيلم تاني زي ما قلنا الفيلم بتاع هاتولي راجل، لا ما كانش الفكرة اللي هو لا هو راجل قرر طوعيا ان هو يستغنى عن رجولته، وفي الاخر برضه هيلعب لعبه وهيقوم واخد الرجاله في صفه وي 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 وهنعمل زي حوار بقى، نعمل جروبات والكلام ده. طيب هل انت في العادي بتحب نوع الافلام الفانتازيا شوية؟ يعني بستلذها، يعني مش اللي دايما بروح لها لما بكون بفكر ان انا عايز اتفرج على حاجه، بس دايما لو في مساحه ان دوت حصل بخرج من التجربه دي مبسوط يعني. طب لو تخيلنا انك مكان محمود عبد العزيز؟ لا شكرا. حتى لو مش هتعمل اي حاجه خلاص، مش مطلوب منك غير انك تعمل شغل البيت، ولا بقى تشتغل ولا تشقى ولا تصرف على البيت ولا تعمل اي حاجه، يعني تعمل كل حاجه. يعني هي برضو فكرة الواحد يفكر فيها، لكن لا يعني الراجل لو مش هيبروفايد هيموت، لو مش هيبروفايد هيحس ان هو ملوش لازمه. طب لو طلعنا من كيس محمود عبد العزيز ورحنا لحته اشرف عبد الباقي، انت عايزي راجل في بيتك بس مش مطلوب منك اي حاجه في الدنيا غير انك تونسها وتديها الدواء وشكرا جدا، ومتجوز واحده عندها 90 سنه برضه. ما انت يعني هتونسها وتديها يعني الدواء. في تريد اوف صغنون ان انا يعني لازم يعني كده شغال دادا بس بعقد مختلف سيكا، مرتب اعلى سيكا، لكن مش الحاجه اللي هجو فور. ولا زي ولا دي. لا غالي يعني لا. فكر اتجوز زي بني ادمين العاديين. ميرسي يا جوليان. شكرا.